السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي سارة كوك. وصفتنا لنهار اليوم كالامار فارسي بلا صوص روج، يجي بزاف بنين مع هذيك الصلصه تاني كتجي بزاف بنينه. ننصحكم انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وبالنسبه للناس اللي اول مره يشاهدوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. بدون اطاله نروح نتعرفوا على طريقه التحضير. اذا هنايا كان عندي حبه الكالامار تاوعي بعد ما غسلتهم مليح ونظفتهم بهذا الشكل. حاولوا انكم تخيروا الحبات يكونوا شويه متوسطين. عندي طماطم، عندي 3 مغارف كبار ارز، عندي بصل، اوراق الرند والمعدنوس، بلا ما تنسوا اللحم المفروم. اذا هنايا عندي حوالي 500 غرام لحم المفروم، غادي نروح نضيف لهم 3 مغارف كبار ارز. هنايا كان عندي الروز مفور مع رشه تاع المعدنوس مع توم، يعني حوالي هكا واحد 2 سنينات توم. نروح نضيف لهم التوابل، عندي سكنجبير، عندي فلفل اسود، عندي كمون مع الملح. كما تعرفوا الحوت يبغي الكمون. نخلط اللحم المفروم جيدا مع جميع المكونات ونروح نجيبوا الكالامار تاعنا بعد ما نظفناه جيدا. انا هنايا حاولت اني نجيب الحبات شويه يكونوا متوسطين، ونبقى نعمر في الحبه تاعنا. انا هنايا ما غاديش نعمرها حتى الفوقه، يعني نخلي شويه مكان قيس ما يطيب لنا الروز. كما تعرفوا الروز من يطيب غادي يدي يعني مكان ويدي حجم. لهذا حاولوا انكم ما تعمروش ولا ما تحشوش الحبه تاعكم حتى للفوق. اذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيه هنايا في الفيديو نحاول كيفاش نعمرها ونخلي مكان قيس ما يطيبوا، يعني يطيب اللحم المفروم والروز. كما تعرفوا الروز غادي ياخد حجم ويليق له بلاص، فلهذا ما تعمروش باش ما يجيكمش يعني الحشو تاعكم ما يخرج لكمش بزاف على برا ويفيد لكم. ومن بعد غادي نغلق الحبه تاعي بالكيودون. اذا نشوفوا هنا كيفاش راني نحاول نخلي شويه مكان قيس ما الروز تاعنا يطيب. كما قلت لكم باش الحشو تاعنا ما يفيدش وما يخرجناش في الصلصه تاعنا. نعمر الحبات تاوعي كاع بهذه الطريقه ونروح نغلقهم بالكيودون بهذه الطريقه باش يطيبوا لنا مليح والحشو تاعنا ما يخرجناش على برا. اذا بهذا الشكل بعد ما نحشي الحبات تاوعي كاع بهذا الشكل نروح نحضروا الصلصه اللي نطيبوا فيها الحبات تاع الكالامار تاعنا. اذا هنا في طنجره نروح ندير شويه زيت ونضيف عليه حبه بصل بعد ما قطعتها الى مربعات صغيره، ونبقى نقلي في البصل تاعي جيدا حتى اللي يدبل. كيما راكم تشاهدوا هنايا نحاول كيفاش نقلي البصل تاعي مليح، ونروح نضيف له حوالي 2 سنينات توم ونقليهم جيدا باش نروح نضيف لهم الطماطم. هذه الصلصه تجي بزاف بنينه. وانا هنايا لما خدمت الصلصه تاعي ما ضفت لهاش الماء حتى اللي قليت، ماشي قليت معاها الكالامار ولكن حطيت عليها حبات الكالامار. كما تعرفوا الكالامار يطلق الماء تاعه، تما ما تروحوش تضيفوا مباشره ولا تسقوا الصلصه تاعكم مباشره. لما تحطوا حبات الكالامار خلوه حوالي 5 دقائق قيس ما كما تعرفوا فوق النار الكالامار يطلق هذاك الماء تاعه. تما باش تعرفوا شحال تضيفوا كميه الماء باش الصلصه تاعكم تجيكم بنينه وتجيكم خضراء وعاقده. اذا انا نروح نضيف حوالي 2 حبات كبار طماطم مع مغرف كبيره طماطم مصبره، ونخلط الخليط تاعي جيدا. نحاول كيفاش نقليه مع اضافه 2 وريقات تاع الرند والتوابل. هنا عندي فلفل كحل، شويه كمون، شويه سكنجبير، شويه فلفله حمراء وشويه ملح. كما تعرفوا الحوت يبغي الكمون يعني يعطيه تاني بنه. اذا هنا نخلط المكونات تاوعي جيدا، نحاول كيفاش نقلي الطماطم باش نقلع لها هذيك لاسيديتي تاعها. اذا هنايا بعد ما قليت الصلصه تاعي جيدا نروح نضيف لها حبات الكالامار تاوعي. وهنا كما قلت لكم ما غاديش نسقيها مباشره، غادي نخلي الحبات تاع الكالامار شويه ياخذوا وقتهم فوق الصلصه، يعني حوالي 5 دقائق باش يطلق الكالامار يطلق الماء تاعه. ونعرف شحال كميه الماء اللي نضيفها باش الصلصه تاعكم تجيكم بنينه وتجيكم خضره. اذا نحاول كيفاش نحط الحبات تاوعي كاع ونخليهم حوالي تقريبا هكا 5 دقائق يتشربوا هذيك الصلصه، وفي نفس الوقت يطلق الكالامار الماء تاعه كما قلت لكم. اذا بهذه الطريقه عاد باش نروح نسقيه. طبعا بطبيعه الحال الماء يكون حامي. كما تعرفوا دائما نسقوا الصلصه تاعنا ولا المرقه تاعنا بالماء حامي.
إذا هنايا بعد ما شوفوا الماء اللي طلقه الكالامار يعني قرب يوصل للنص، نروح نسقي الطنجرة بالماء، يعني نوصلها للنص. إذا نغلق الطنجرة تاعي ونخليه يطيب حوالي 40 حتى ل45 دقيقة على نار هادية. إذا هنايا راني نوريلكم فيه بعد ما طاب من فوق النار، يجي ما شاء الله، وهذيك الريحة تاعه يعني وصلت حتى لبرا، يجي بزاف بنين، يجي اطري، وهذيك لاصوص تجي عقده وخاطره وبنينه. هنا نرش عليه معدنوس بعد ما رققته مليح، ونروح نحطه فوق طبق التقديم، يعني يجي بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه، وما تنسوش تخلوا لي ارائكم وتعليقاتكم بعد ما تجربوه اسفل الفيديو. وبالنسبه للناس اللي اول مره يشاهدوا الفيديو تاعي، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا هنايا بعد ما قدمته عفوا فوق طبق التقديم، زينته مع شرائح الليمون. كما تعرفون الحوت يبغي بزاف الليم. إذا وفي الأخير كما عودتكم نخلو ختامها مسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونضرب لكم موعد آخر مع وصفة أخرى. إلى اللقاء.